هتعمليه باحترافية ولا أجدعها حلوانية. كان نفسي قوي في لفة جلاش كده صوابع محشية، وعلى طول جبت لفة جلاش وعملته. النهاردة هقولك الأسرار والتركات بتاعة لفة الجلاش اللي هتطلع معاكي صوابع محشية، سواء كنافة، مكسرات، سادة، حاجة كده بقى في منتهى السهولة والجمال. دوسي لايك ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت نترحم على والدي ونبدأ بسم الله ونبتدي على طول. اول حاجة هعملها هي الشربات، لان انا عايزاه يكون دافي شوية، مش عايزاه بارد قوي. هحط كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، وهسيبه بقى يغلي، ومعاه الفانيليا بتاعتي وعصرة نص ليمونة، وهحط شريحتين من الليمون. هسيبه يغلي لمدة 10 دقايق كده. الشربات بتاعي جاهز. ابتدي بقى اجهز الحشوة بتاعتي. ممكن تحشيه كنافة. انا كان عندي كيس الكنافة ده من رمضان، والله من ايام رمضان. ربنا يعوده علينا يا رب بخير، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. قولوا يا رب. هنحمر كده الكنافه. كان عندي حبه كنافه حمرتها. تقدري تحشيه مكسرات، تقدري تحشيه بسبوسه، تقدري تحشيه كنافه، تقدري تخليه ساده. المتوفر عندك. ما توقفيش نفسك، اعملي حاجه حلوه زي ما انت عايزه، ما توقفيش نفسك زي ما قلت لك. كان عندي شويه كنافه خلاص حمرتها بحبه سمنه، ولا ضفت سكر ولا ضفت حاجه، لان انا ما بحبش السكر يبقى زياده في الحلو بتاعي. عايزه تحطي معلقتين سكر اوكي، بس هو مش هيفرق والله خالص. هياخد لون وهيبقى جميل وكل حاجه، بس اقفلي عليه بدري علشان خاطر ما يغمقش معانا. اعملوا حساب ان هو بيغمق درجه بعد ما يبرد. هنبتدي نجيب كده لفه الجلاش. انا بحب اجيبها من عند بتاع الكنافه، بتبقى طازه كده، واللفه نص كيلو محترمه. هبتدي اغطيها في فوطه، واخد ورقتين ورقتين، وابتدي ادهنها سمنه زي ما انتم شايفين كده اهو. دوسوا لايك بقى، ما تنسوش، وقولوا لي بتتابعوني منين، وتسلم ايدك يا شوشو، ودلعوني كده في الكومنتات. هنبتدي نجيب الكنافه ونبتدي نحشي معانا. انا هنا ورقه الجلاش خدت معايا معلقتين ونص من الكنافه المتحمره. تقدري تحطي معاها سوداني كمان، بتبقى خطيره، بس انا كان عندي كنافه بس فما وقفتش نفسي. هبتدي الفها كده اهو، واجيب الصينيه بتاعتي. الصينيه مش هدهنها اي مواد دهنيه خالص، احنا مكتفيين بالدهون اللي جوه الجلاش واللي هنحطها على الوش. خلاص كلها بقت سوا واحد كده اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي اجيب السكينه واقطعها بالنص، ومن بعد النص ابتدي اقسم بقى يمين وشمال علشان يبقى كله متساوي. بعد كده هو هبتدي اجيب السمنه بتاعتي. السمنه بحط كده معلقتين كبار سمنه على معلقه واحده من الزيت، وابتدي المع كده الكنافه بس، وتكون سايحه. بلاش السمنه تكون مجمده علشان ما تاخدش منك كميه سمنه كتير. هبتدي ادهن كده هو السمنه سايحه، سواء انت بتدهني جوه الجلاش او على الوش. خلاص احنا كده هو الجلاش بتاعنا بقى 100 فل و10. هبتدي بقى احضر الفرن درجة حرارة 200، واحطها في الرف اللي في النص. وبعد ما ياخد لون من تحت ابتدي اشغل الشواية، واكون حذرة جدا علشان ما يتحرقش مننا. الجلاش لو سخن والشربات سخنة هيطلع معاكي طري شوية. لو انت عايزاه ناشف شوية يبقى الجلاش سخن والشربات بارد زي ما بتحبي تاكليه. خلاص طلع معانا كده الجلاش لونه ذهبي وخطير، مقرمش ويجنن. الحشوة خطيرة. عايزة بقى انفجار لايكات من هنا لحد كل الحلوانية لما يشوفوا الفيديو ده. عايزاكم بقى تقوموا معايا بالواجب وتقولوا لي تسلم ايدك يا شوشو، واستاهل كام من 10. واتمنى بقى لو الفيديو افادكم وان انا بقدم محتوى مفيد تدعموني بلايك وشير وكومنت جميل، واحفظوا الفيديو بان انتوا تاخدوه شير عندكم. بحبكم. باي باي.